عبر قناة دبي الرياضية، متابعي قناة المشاهير، محبينا أينما تكونوا، تحياتي محدثكم محمد البدواوي، واصفا ومعلقا في لقاء المنتخبين الأردني والكويتي ضمن لقاءات المجموعة الثالثة في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025. نعم، في المباراة الثالثة عشر للبطولة المقامة حاليا هنا بدولة قطر، اللقاء الذي يلعب على استاد أحمد بن علي بنادي الريان في الأفاعي، الملعب بالتأكيد الذي يأتينا هنا في أرضية الميدان. كابتن المنتخب القطري وكابتن المنتخب الأردني، نعم لدينا سليمان عبد الغفور كابتن منتخب، والصورة التي تجي لدينا نعم بالكرة الأمامية سعيد الروسان، نعم في تشكيل المنتخب الأردني. خطأ لدينا يأتي في أرضية الميدان في بداية اللقاء لمصلحة اللاعب مهند أبو طه الذي يسقط في من أثب شهاب إلى رمي التماس أردنية واصلة أمامية. ماذا لدينا؟ سقوط في أرضية الملعب يأتي من خلالها الخطأ. بطاقة صفراء تأتي في بداية الأمر، بطاقة صفراء نعم تأتي على اللاعب ناصر خضر في اللقطة الماضية، والتدخل سنشاهد من خلالها الإعادة للقطة. المباراة بالتأكيد ستبقى مستمرة من جانب المنتخب الأردني لتأكيد نعم وضع قدمه المنتخب الأردني. الأردن وما أدراك ما الأردن، ومحاولة مرت من خلالها اللقطة الماضية. الفريقين والمنتخبين هنا يدخلان من أجل ثلاث نقاط تبقى مهمة نعم بالتأكيد مهمة تعيد من المنتخب خلالها. والمحاولة خطيرة، هذه خطيرة أردنية، تسديدة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية وصلت خارج أرضية الملعب، كانت من خلالها المحاولة الأردنية. شوف الكرة الماضية أخذها دار، سددها اليوم من خلالها يحاولون استعادة أمجادهم، استعادة ذلك الإرث. كرة خطيرة، محاولة هي، ولكن اللقطة الماضية بتروح. اللقطة الماضية نعم راحت اللقطة من أمامك يا مهند أبو طه من الركلة الركنية، يناشد من خلالها هدف الأول. كرة خطيرة رأسية خطيرة على مرمى المنتخب الكويتي. الكرة الخطيرة من نزار الرشدان، شوف الرأسية الماضية، نزار الرشدان فوق المرمى. كرة خطيرة، حذاري بالتأكيد من جانب دفاعات المنتخب الكويتي. ذلك بطولة أفريقيا للمحليين مع منتخب المغرب. كرة أمامية واصلة، خطأ يأتي من خلالها الخطأ على أنبي أو أثبي شهاب وخطأ لمصلحة علي علوان، خطأ لمصلحة المنتخب. ربع ساعة عدت من خلالها الأوضاع والأمور عزيزي المتابع. الربع ساعة الأولى هي بالتأكيد يعمل من خلالها الفريقين بالتأكيد ويبحث من خلالها الفريقين، والخطأ لمصلحة المنتخب الأردني. كرة قد تلعب أمامية من نزار الرشدان. الله، خافق في المعالي والعلا، عربي الظلال والثرى، في الثرى والأعالي، فوقها من رجال زاهية الرجال النشامة يضعون أول علامة رجال النشامة عن طريق مهند أبو طه من كرة صاروخية لا تصد. هذه الرادار ما يصيدها، هذه عين الصقر. نعم سنشاهد من خلالها كرة خطيرة، محاولة يزيد النعيمات. الله يا الله على اللقطة الماضية. ما الذي يحصل؟ ما الذي نشاهده في أرضية الميدان؟ مد هجومي من رجال النشامة نعم كاد أن يسجلوا من خلالها هدفا ثانيا في أرضية الميدان.
نعم كما نشاهد ونتابع. يا الله على الفرصة الماضية، شوف اللقطة الماضية والخطأ الدفاعي حسن كويتي من خلال بيعتقد يعني بعض الامور وبعض الشجاعة اللي يمتلكوا بدأوا من خلالها محاولاتهم. الان محاولة كويتية عرضية ولكن خارجي. الكرة الان ملعوبة من أثبي والكرة الامامية في السيطرة والمحاولة الامامية، لكن ابعدت حسن حمدان، ابعد الكرة الماضية. لكن على ما يبدو الراية المرفوعة من المساعد الثاني خوسيه فرانسيسكو ريتمال سيلفا التشيلي الذي اشار على وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية خاف مع المنتخب المصري، وبالتالي كرة امامية منقولة ملعوبة تصل لعامر جاموس، عادت امامية محاولة من الجهة اليمنى، انطلاقة عرضية الى ركلة ركنية تضرب الكرة الماضية في معاذ الذي تابعنا من خلاله هذا المدرب. الكرة الامامية واصلة ومصر اللقاء اللي كان قاب او قوسين او ادنى من خلال المنتخب الكويتي ان ينتصر في ذلك اللقاء. كرة الى خارج ارضية الملعب الى ركلة ركنية، لكن المنتخب المصري عرف من اين تؤكل الكتف، عرف وعاد من خلالها بالتعادل بركلة جزاء في محمود الان على تنفيذ الركلة الركنية خطيرة ملعوبة واصلة الى ركلة مرمى. يزن النعيمات كان في المناسبة الماضية وفي الكرة التي ذهبت من خلالها الكرة الى ركلة مرمى كويتية. يزن النعيمات يلعب الكرة الامامية